هو انا ممكن ابني يكون نظره ضعيف بس لان هو مش قادر يعبر عن نفسه انا مش عارف؟ في علامات لو موجوده عند الطفل بتبين ان نظره ضعيف. طب ايه هي العلامات دي؟ اولا عند الولاده ان الطفل عنده حول اثناء عند الولاده او ظهر الحول في اي وقت في العمر. تاني حاجه ظهور لون ابيض في نين العين، وده ممكن يكون مؤشر خطر في وجود مياه بيضاء او اي مشاكل في الشبكيه عند الطفل. بعد كده لو الطفل كبر شويه بنقول ان في السنه الاولى المفروض ان الطفل يقدر يميز الانوار ويقدر يتابع حركه الايد. فلو مثلا احنا فتحنا نور الاوضه مره واحده المفروض ان هو يقفل عينه ويفتحها، معناه ان هو حس بالنور. او لو انا حركت ايدي قدام عين الطفل المفروض يتابع حركه الايد. لما بيكبر شويه ويبتدي يمشي بنلاحظ هل هو بيخبط في الحاجات وهو ماشي، لو في حاجه واقعه على الارض بيميل ياخدها ولا لا. لما يكبر اكتر وبيتفرج معانا على التلفزيون هل بيقعد جنبنا على نفس المسافه ولا هو بيحتاج يقرب اكتر عشان يشوف التلفزيون. طب هو كبر وبدا يروح حضانه او مدرسه او كده، هل بدا يعبر عن نفسه يشتكي من زغلله او صداع او اي مشاكل تاني؟ هل بان هو لما بيجي يتفرج يشوف السبوره في المدرسه هل بيشوفها كويس ولا بيحتاج ان هو ينقل من زمايله عشان يشوف الحاجه؟ لو الطفل عنده اي حاجه من الحاجات دي فهو لازم يتوجه فورا لطبيب العيون للكشف، وده لان الكشف المبكر عن ضعف النظر عند الاطفال مهم جدا، لان التاخير في الاكتشاف بيؤدي الى ما يسمى كسل العين، وده بيبقى صعب علاجه او التعامل معاه فيما بعد.